سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة. مساء الخير يا سيادة العميد. مساء الخير يا استاذ محمود. كابتن محمود، اهلا بحضرتك يا فندم. يعني الو معايا يا فندم، سامعني؟ يا كابتن عبد الرحمن. اهلا بحضرتك يا سيادة العميد، اهلا وسهلا. يعني سيادة العميد، النهارده فعلا خلاص تم النيابة اصدرت ضبط واحضار ل 37 فرد في حريق اتحاد الكرة، مظبوط؟ الكلام ده كابتن عبد الرحمن، القرار ده الاحضار من اكتر من شهر، يعني مش النهارده الكلام ده. طالع اكتر من شهر؟ طبعا. مع ان حضرتك النهارده مصرح في يعني موقع من المواقع بكده، فعشان كده احنا جبنا خبر على الاساس ده. صرحت بايه؟ انه تم اصدار قرار من النيابه بضبط واحضار 37 شخص. لا، ما انا بقول لحضرتك قرار ضبط الاحضار ده من يوم 17/4 تقريبا تحديدا يعني. اوكي. طب ولما تمش اعلان ده يا فندم ليه برضه؟ يعني بس من باب الفضول، لان ده حاجه برضه مهمه انها تطلع للاعلام اكيد. والله يا كابتن عبد الرحمن، اصل الموضوع ده طبعا خاص بالنيابه وخاص بتنفيذ قرار ضبط واحضار. انا طبعا يعني الكلام في هذا الموضوع يعني اخذ اكتر من قتل بحثا زي ما بيقولوا. فطبعا كنا نطلع ضبط واحضار، تنفيذه بقى مش موضوعنا احنا، يعني متابعته برضو مش موضوعنا. الناس دي تيجي او ما تجيش، احنا عملنا اللي علينا وقلنا ان مين اللي عمل كده ومين اللي دخل الاتحاد. اعتقد بقى ان هم في اجراءات معينه في طريقها انها تتاخد يعني. سيادة العميد، يعني مبنى الاتحاد لغايه دلوقتي بنمر قدامه ما شفناش برضو تحرك. يعني الخطه انه المبنى ده يعود للعمل مره ثانيه ويخلص امتى، او على الاقل يتم البدء فيه بشكل جدي امتى؟ لا، هو بعد اذنك يعني كان ممكن من خلال اسبوع، كان لسه ما فيش شغل فيه جامد. بس احنا اعتبرنا من يوم السبت اللي فات حتى كل الناس اللي عاملين في الاتحاد اصبح المقر الرئيسي للاتحاد في استاد القاهره. تمام. موجود بس السكرتاريه موجوده في الجبلايه في غرفتين كده. انا شايف ان وزاره الانتاج الحربي خلال ال5 ايام اللي فاتوا كان في مجهود كبير جدا، وان شاء الله يعني وفقا للاتفاق مع وزير الرياضه ان اول 9 باذن الله هيكون المبنى ده هيتسلم وهيبقى في افتتاح ليه كويس باذن الله. اول شهر 9 القادم ان شاء الله. وكان موجود حتى الاستاذ عيسى حياته مع الاستاذ جمال علام، واتفق ان هو الاتحاد الافريقي بكامل قوامه يعني هيحضر الافتتاح. فان شاء الله يعني بال يعني التحركات الحاليه اللي الاسبوع ده حصلت، ان شاء الله خلال الشهرين 3 دول هيكون خلص الاتحاد باذن الله. ليه برضه اسمح لي انا اسال السؤال ده؟ يعني ليه مهندس احمد مجاهد ما عجبوش انه موظفين يتنقلوا استاد القاهره، مع ان ده وضع طبيعي جدا يعني؟ الكلام ده كله كلام كابتن عبد الرحمن، كلام مرسل. لا، الكابتن احمد مجاهد ما اعترضش ولا حاجه. هو كان ليه وجهه نظر، وزي اعضاء الساده اعضاء الوزاره كل واحد ليه وجهه نظر. هو وجهه نظره ان الاتحاد ده الاساس، ان ده المقر الرئيسي وده مقر منظومه الكوره في مصر. لازم يكون في مكان برضو، لان في ناس بتيجي من محافظات ثانيه بتستقبل، بتاخد ورق وتاخد مستندات وتقدم مستندات. كويس. قد يكون دي وجهه نظره تحترم، وفعلا احنا برضو يعني في اطار هذا الموضوع في مكتب السكرتاريه موجود في مقر الجبلايه، لكن مفيش اي مشاكل خالص زي ما بيتقال، وانه معترض وانه في مشكله وفي صدام مع المدير التنفيذي. هو حصل مذكره، فعشان كده انا بسال حضرتك ولا كلام من ده. بص يعني انا عاوز اقول لك على حاجه، من اكثر الاعضاء قربا ليا في الشغل حاليا هو المهندس احمد مجاهد. ممكن نختلف في وجهات نظر، لكن الموضوع ده بالذات اللي هو موضوع نقل الموظفين وكلام من ده كانش في اي صدام ولا مخالفات ولا مذكره ولا كلام من ده. تمام، وضحت يا فندم. وان شاء الله يبقى افتتاح جيد يعني شهر 9 باذن الله، لانه هيبقى لو فعلا شهر 9 3 شهور اعتقد مده يعني جيده، وان شاء الله بعدها تعودوا بقى المكان. لان انت من الشخصيات المقربه والمحببه للاتحاد، فتكون اول ناس موجود باذن الله. اشكرك، انا يشرفني طبعا. اشكرك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. ده كان سيادة العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة. شهر 9 القادم المفروض يبقى مبنى الاتحاد جاهز للتسليم، وده خبر كويس جدا. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل واصل فقرات برنامج ملعب العاصمة.